حابة أحكي معاكم عن حاجات كتير قوي بتحصل غريبة جدا. هي الناس ليه بتستغرب لما حد بيتغير عليها؟ ما هو لما يتعشم فيك وانت تغزله لازم يتغير، مشاعره هتتغير وطريقة أسلوبه وكلامه معاك هتتغير. ليه الناس بتبص على ردة الفعل ومتبصش على الأفعال بتاعتها؟ لما يقرب ليك ويتكلم معاك وانت بتبعد وبتتجنبه لازم هيتغير، هيبقى بارد ومشاعره هتجف من ناحيتك، يطلب منك السند والدعم ويكون عايزك تبقى جنبه وانت مكبر دماغك. مش هيتغير؟ ساعتها بقى هيلغيك ويعتمد على نفسه. ولما يبوح ليك ويتكلم معاك في أسراره وانت تنقلها، ولما انت تعرف منه هو يكلمك على نقط ضعفه وانت تستغلها ضده، برضه هيتغير ولازم مش هيثق فيك تاني، ومش هتكون محل ثقة ليه نهائي، وما تستاهلش ساعتها انه يكون باقي عليك. ساعتها هيفكر 100 مرة قبل ما يتكلم معاك. لا، ولما تكدبه وتسوء الظن فيه لازم هيفكر 100 مرة قبل ما يتعامل معاك تاني، وهو ما عملكش غير كل خير أصلا. محتاجين نركز شوية في الفعل قبل ما نحاسب على رد الفعل. نتكلم برضو في حاجة مهمة جدا بتحصل من البشر غريبة جدا. انتوا ليه لما الشخص الكويس معاكوا بيديكوا كل حاجة كويسة وبيعملوكوا كل خير في حياتكوا، بيدعمكوا بيساعدكوا واقف جنبكوا في كل حاجة، في الأزمات وفي الحلو وفي الوحش في كل حاجة، تيجوا تبقوا حاجة تانية خالص في الآخر، تتقلبوا عليه 180 درجة بدون سبب وبدون أي حاجة، لمجرد إن انتوا مش حاسين إن انتوا عايزين تعملوا، إن مفيش حاجة حصلت. طب ليه بيحصل كده أصلا؟ والله انا بشوف المواضيع دي بتحصل حوالينا كتير قوي، وكنت بقعد استغربها واستغرب قد ايه الناس يتخاف منها، وفعلا ما تبقاش واثق في اللي قدامك، وده بيخلي ان انت مفيش ثقة للي قدامك تاني. يعني بستغرب قوي ليه هو عمل لك ايه غير كل خير وكل حلو؟ انت ليه ما بتنسى كل الحلو ده؟ ومش هقول مثلا انت بتنسى الحلو فبتفتكر الحاجة الوحشة اللي حصلت، لا، ما بيكونش في حاجة وحشة اصلا حصلت، ما بيكونش في حاجة بجد منكم حصلت خالص خالص، مفيش حاجة حصلت ما بينكم. بس حقيقي بتبقى مستغرب وعايز تفسير ان ليه بيحصل كده. بس انا كنوران بشوف ان ربنا هو اللي رايد ده وهو اللي عايز ده، عايز الشخصية دي ما تكونش في حياتي، لان هي معلش بتتكلم مثلا من ورا ظهري، الشخصية دي مش كويسة ليا، بعدين في مستقبلي هتأذيني. حتى لو الشخص ده ممكن يكون بيحبك، بس ممكن يكون مفيش خير ليه من جوه، او ممكن الشخص ده ما يكونش خير ليكي في حياتك، وعشان كده ربنا بعتكم عن بعض. فالناس تقعد تفتكر انا عملت ايه، انا عملت ايه وحش. الناس بقى بترجع تقول لك هو انا اذيته في ايه، انا اذيتها في ايه، انا ما عملتش اي حاجه، انا ما اعرفش انا عملت ايه اصلا الشخص ده. ويقعدوا يأنبوا في ضميرهم ويحسوا ان هم اللي وحشين وهم اللي عملوا حاجات كتير مش حلوة، او هم ليه بيتعمل فيهم كده، وفي اللي بينهار وفي اللي بيتضايق وفي اللي بيستسلم وفي اللي بيكتئب وبيقعد بشهور مكتئب. بس هو ما بيكونش فيه فعلا اي حاجة، هو حاجة من عند ربنا. الشخص ده مش خير في حياتك، الشخصية دي مش خير في حياتك، فربنا عمل سبب بسيط قوي ان انتوا ما تبقوش مع بعض ومش هتبقوا في حياة بعض. ممكن تكونوا بتحبوا بعض برضه، ممكن تكونوا كويسين مع بعض، ممكن تكونوا بتعزوا بعض، كل الكلام ده، بس هي بتبقى حاجة غصب عن البني آدم. ولكن هو ما يكونش فيه سبب منك أو منك، انتوا عملتوا حاجة هيبقى واضح وباين، انا الشخصية دي اذتني في كذا، سوري انا اذيتها في كذا، هي عشان كده عملت معايا كده، او انا اتكلمت عليها، او انا عملت فيها حاجة وحشة. ده غير ناس تانية بقى تبقى كويس معاهم جدا جدا، بس بيتكلموا عليك فجأة، بتلاقيهم بيطلعوا عليك كلام غلط. طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ دول بقى الناس اللي بيتقال عليها بوشين، بيتعاملوا بوش واحد كويس قوي قدام الناس وقدامك، وش تاني من تحت لتحت، يقعدوا يتكلموا عليك ويقولوا كلام مش حلو، لان هم جواهم نقص منك، آه، لان هم جواهم مش حابينك، هم جواهم مش حابين ان انت تبقى احسن منهم، مش حابين ان انت تكون افضل منهم في حاجات كتير، سواء في شغل، في جواز، في اي حاجه في حياتك. آه، ده بيكون نقص جوه البني ادم، بيكون جنب الشخص ده حاسس ان هو ناقص، او هو حاسس ان هو مش مبسوط وهو شايفه احسن منه. يعني في ناس تانية العكس تبقى مبسوطة جدا ان في ناس كويسة وشاطرة وناجحة وبيدعموهم بكل حاجة حلوة، بيشجعوهم، يعني شايفينهم. عندنا نوعيات كتيرة قوي من البشر،
في اللي كويس من جواه وفي اللي مش كويس من جواه، وفي اللي بيغير وفي اللي بيتغاظ من حد شايفه كويس قدامه. في اللي عنده صفاء ونية كويسة وحب ومحبة كبيرة للي قدامه، حتى لو هو شايف ان هو اقل من اللي قدامه، سواء بقى قريب غريب صاحب، اي حاجة في الدنيا، سواء صاحب شغل، سواء صاحب مدرسة، سواء صاحب جامعة، اي حاجة في حياة البني ادم. بيبقى عنده حب للي قدامه وشايفه ان هو يستاهل كل خير، ان الشخص ده كويس، الشخص ده شايف ان انا طول ما انا بحب اللي قدامي ان يبقى كويس وشاطر وناجح وحلو في حياته، ومبسوطه له من اقل حاجه بيعملها، مبسوطه بجوازه، مبسوطه بخلفته، مبسوطه بشغله، مبسوطه بكل حاجه بيعملها في حياته حتى لو انجاز بسيط، مبسوطه بعيلته، مبسوطه بكل حاجه الشخص ده يعني هو فيها عموما. ربنا هيزيدني اضعاف اضعاف انبساطي ده، والله العظيم بتبقى حاجه كويسه جدا. لكن الناس دلوقتي اللي هو انا بالنسبه لي عادي يعني، لا انا ابص لك وابقى متضايقه ومتغاظه واحقد وادعي عليكي واقول يا رب ما تبقيش كذا، يا رب ما تنجحيش في كذا، يا رب ما تتوفقيش في الموضوع ما، يا رب كذا. طب ليه؟ بجد ليه؟ فاحنا عندنا شخصيات كتيره قوي وانواع كتيره قوي. آه، يعني المشكلة ان هي بقى بتهز ثقة ناس كتيرة قوي، بتخليهم يفقدوا الثقة في اي حد، وغصب عنهم ما بيبقوش عارفين يتعاملوا مع الناس، وغصب عنهم مش عارفين مين الكويس مين الوحش، مين اللي بيحبهم بجد، مين اللي بيحب لهم الخير بجد. بجد احسن حاجة في الدنيا ان شخص تكون مش عامل له اي حاجة وبيدعمك، او شخص بيحبك بدون اي مجهود منك بجد يعني. انا بلاقي كده في حياتي، عشان كده والله بشكر الناس دايما اللي هي بتشجع بدون اي